هو حضرتك بتعاند نادي الزمالك في صورة مرتضى منصور. فاكرين لما طلعت وعملت بايدي كده وقلت تخيلوا كف ايدي ده قفا، وقلت تخيلوا ان ايدي دي او الكف التاني ده يعني كف، وقلت لكم ان ده كف الفيفا وده قفا، وانتوا تقولوا ده قفا مين؟ النهارده نفس المشهد، هكرر نفس المشهد، اعتبروا ان ده قفا وقولوا لي في التعليقات ده قفا مين، وده كف لجنه التظلمات. اللي حصل النهارده باختصار قبل ما نتكلم وقبل ما نرغي رغي كتير، ده اللي حصل كده. ده تاني قفا كده. نشرب الشاي بالنعناع بتاعنا لحد ما الناس تحضر. اهو الشاي بالنعناع يا جماعه ده في اعتقادي انه افضل من الشاي بالياسمين، فاشربوا شاي بالنعناع. افضل من الشاي بالياسمين ومفيد. يعني الشاي بالنعناع مفيد احسن من الشاي بالياسمين، وانا بطلب من الناس ما تشربش شاي بالياسمين، خاصة المسؤولين. محدش يشرب شاي بالياسمين يا جماعة، لانه مع الشتاء وكده بيبقى مضر، خاصة ان الياسمين ليه ريحة، فمع ريحة الفساد هتبقى الريحة ميكس بقى. تخيل بقى ريحة ياسمين مع ريحة فساد، ميكس بشع. لكن الشاي بالنعناع يعني مرطب كده، وبيرطب على جسم الانسان. اهلا بحضراتكم فيديو جديد وبث مباشر جديد مهم جدا جدا جدا، وانا وصفت البث المباشر ده بالتاريخي، وبوصف الفيديو ده بفيديو تاريخي. ليه فيديو تاريخي؟ لان الاحداث اللي بتحصل في الدوري المصري او في المنظومه الرياضيه المصريه احداث تاريخيه، لانها غير مسبوقه، يعني غير مسبوقه وعمرنا ما شفناها. يعني الحمد لله والشكر لله، اللهم الف حمد والف شكر ليك يا رب. مفيش كلمه بنقولها غير لما بتطلع صحيحه ودقيقه، لان احنا بنقول كلام بنحترم فيه عقول الناس، ده رقم واحد. رقم اتنين بيبقى كلام بمعلومه، ما بنطلعش نهرتل، ما عندناش حسابات وبنشتغل وفقا وبناء على هذه الحسابات. ما بنطلعش نقول اي كلام. من اول يوم ومن اول ساعه ومن اول ثانيه في ازمه القيد قلنا وجهه نظرنا واضحه، لا اخترعنا ولا الفنا ولا قعدنا اشتغلنا شغل الاجندات ولا استغلينا المنبر الاعلامي ولا طلعنا في التلفزيون وضللنا الناس ولا جينا مع اتحاد الكره على حساب نادي الزمالك عشان لينا حسابات ثانيه، ولا قللنا من قيمه صفقات الزمالك وقلنا ايه يعني الصفقات ما يتمش ايدها والزمالك تعاقد مع ميسي ورونالدو وروبينيو. ما قلناش الكلام ده. احنا كنا مع الحق وكنا نناصر الحق، سواء كان الحق ده مع نادي الزمالك فنحن نناصر نادي الزمالك، ولو كان الحق مع اي نادي اخر سوف نناصر هذا النادي الاخر، سوف نناصر هذا النادي الاخر. النهارده اسدل الستار على ازمه قيد صفقات الزمالك بعد 22 يوم، بعد 22 يوم من تجميد صفقات الزمالك الجديده. بعد 22 يوم اخيرا صفقات الزمالك الجديده هتخرج من الديب فريزر اللي موجود في اتحاد الكوره. بعد 22 يوم من شعار صم بكم عمي فهم لا يبصرون، اخيرا تم قيد صفقات الزمالك، وبيان تاريخي وتصريحات للتاريخ من المستشار المحترم عادل الشربجي، اقول تاني المستشار المحترم عادل الشربجي، اللي انصف الحق واللي اعلى كلمة الحق واللي كشف الستار عن الفساد واللي كشف الستار عن اللي بيعاند مرتضى منصور في صورة نادي الزمالك. لا، هو حضرتك بتعاند نادي الزمالك في صورة مرتضى منصور. فاكرين لما طلعت وعملت بايدي كده وقلت تخيلوا كف ايدي ده قفا، وقلت تخيلوا ان ايدي دي او الكف التاني ده يعني كف، وقلت لكم ان ده كف الفيفا وده قفا، وانتوا تقولوا ده قفا مين؟ النهارده نفس المشهد، هكرر نفس المشهد، اعتبروا ان ده قفا وقولوا لي في التعليقات ده قفا مين، وده كف لجنه التظلمات. اللي حصل النهارده باختصار قبل ما نتكلم وقبل ما نرغي رغي كتير،
ده اللي حصل كده. ده تاني قفا كده. ده ملخص، ده المشهد. ده المشهد. ادي لجنه التظلمات وادي القفا. انا ما اعرفش قفا مين بصراحه، اكتبوا لي انتوا في التعليقات قفا مين. ايه اللي حصل النهارده لتاني مره؟ قفا. بعد قفا مين؟ الكاف. بعد قفا مين؟ الاتحاد الدولي. قفا النهارده. والنهارده تصريحات يعني للتاريخ من عادل بيه الشربجي. النهارده يعني لجنه التظلمات خلصت فحص الاوراق اللي جايه من المحكمه بشان قيد صفقات الزمالك الجديده. والنهارده لجنه التظلمات، ركز في كل حرف هقول لانه مهم جدا جدا، وكمل الفيديو للاخر عشان عندي مفاجآت. لجنه التظلمات برئاسه المستشار عادل الشربجي ألزمت اتحاد الكورة بقيد صفقات الزمالك الجديدة. ده رقم واحد. ده رقم واحد. يعني هتأيدهم غصب عنك بقرار من لجنة بيرقصها راجل قضائي نزيه ومحترم لأنه مش مع نادي الزمالك، ده مع اللوائح والقوانين اللي الجماعة في اتحاد الكورة مش عارفين اللوائح والقوانين، مش عارفين لوائح اتحاد الكرة نفسه، ومش عارفين لوائح الاتحاد الدولي الفيفا نفسه، مش عارفين قانون الرياضة بيقول ايه، لكن عارفين لوائح العلم. لوائح ان انا عاوز اعمل راجل وعضلات على مرتضى منصور اللي شتمني فامنع له القيد عشان احطه في ازمة. ما هي جت عليك انت في الاخر، وانت اللي اتعريت، وانت اللي اتكشفت. انت اللي اتكشفت قدام الناس. يبقى رقم واحد لجنة التظلمات ألزمت اتحاد الكرة بقيد صفقات الزمالك الجديدة. لجنة التظلمات قالت ان اجراءات قيد ثلاثي الزمالك سليمة من الناحية القانونية. ده رقم اتنين. ركز معايا ارجوك ركز معايا وانتبه كده وخد بالك من اللي انا بقوله. شايك كده وركز معايا عشان نشوف حكاية القفا وحكاية الكف السابق سابق وحكاية الكف السابق سابق. ركز معايا من فضلك. قالت ان اجراءات قيد ثلاثي الزمالك سليمة من الناحية القانونية، وان الزمالك قيد صفقاته مرهون بتسديد رسوم الصفقات المقدرة ب 2,800,000 جنيه مصري اللي هي نسبة ال5% من عقد كل لاعب. يبقى قالت ان اجراءات الزمالك سليمة وقيد الصفقات ده مرهون بتسديد رسوم رسوم الصفقات. مش مرهونه اتحاد الكوره بالمديونيات، لان مفيش لائحه في العالم كله ومفيش قانون رياضي في العالم كله بيقول لاتحاد اهلي او اتحاد محلي انك تمنع القيد عن نادي بداعي تسديد المديونيات. قفا يا جماعه، قفا وظهر الحق وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا. ظهر الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. دي الرسالة بتاعت النهاردة.